يا مساء الفل. تعالوا النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدا أو أفكار جديدة لسندوتشات المدارس بطريقتي أنا. هننزل في بولة بحوالي نص كيلو من الدقيق طبعا منخول، هننزل عليه برشة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. العجينة دي أو الطريقة دي بتبقى محتاجة زبادي. أنا مش متوفر عندي زبادي، فأنا جبت كوباية لبن ونزلت عليها بمعلقة خل، قلبتهم. بعد كده بقوا لبن رايب. هننزل على الدقيق وبعدين هنقلبهم كويس وبعد كده هنعجن. العجين ده دلوقتي بيلزق. طب ليه بيلزق؟ هي العجينة كده ما نقلقش خالص. هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة المذابة، طبعا دي درجة حرارة الغرفة، يعني مش مذابة قوي اللي هي محطوطة على النار او نزلناها على النار، لا. وهننزل عليها كمان بمعلقتين كبار من الزيت وهنعجنها كويس جدا. بعد كده لما خلصنا نبدأ نغطيها بستريتش او بفوطة مطبخ نظيفة وهنسيبها تتخمر. يعني هتتخمر في حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة لنص ساعة على حسب طبعا درجة حرارة الغرفة. بعد كده لما اختمرت، الله على الجمال، طلعت منفوخة وهشة جدا. يبقى العجينة كده مظبوطة. هي ممكن بتلزق شوية فمفيش مشكلة. انا الوقت استخدمت جبنة واستخدمت كمان زيتون، والقلب ده انا عاملاه مخصوص عشان اقول لكم اللي لازم نعمل اكلنا او شربنا او اي حاجة بنعملها بحب، وانا كده كمان بحبكم. هنخلص العجن. بعد كده هنبصم ايدينا. انا بصمت ايدي على الكونتر بالدقيق، وبعدين هشكلها كور صغيره، يعني ولا كبيره ولا صغيره. بصوا انا كده بصمتها. شكل العجينه وبعدين هنسيبها ترتاح لمده من 3 دقايق ل5 دقايق. كل ما العجينه بترتاح كل ما تبقى طعمها حلو وتدينا هشاشة. بعد ما سبت العجينة اختمرت 5 دقايق، نبدأ برشة كده صغيرة من الدقيق وبعدين هنبططها أو هنفردها، وبعدين هنجيبها بالنشابة وهنفردها بالنشابة أو بالمفردة زي ما انتوا بتقولوها، بالفرادة يعني. وبعد كده هنفردها بالطول وهننزل عليها بقطع الجبنة وكمان قطع الزيتون المخلي. لو مش حابين جبنة او زيتون ممكن كمان بالبسطرمة مع الجبنة الرومي، او ممكن كمان لانشون. هننزل في طاسة بمعلقة كبيرة من ده، وبعد كده لما تسيح ننزل عليها كده بالفرشة علشان الطاسة كلها تبقى فيها زبدة. ننزل عليها بالسندوتشات. الله على الجمال بجد وعلى ريحة الخبيث بجد في البيت. بعد كده هنقلبها من كل الجهات وهننزل عليها تاني بمعلقة كبيرة من الزبدة وننزل عليها بالكرواسون وهنسيبهم. طبعا الحجم كله بيتضاعف وبيطلع بالجمال ده. الله على الجمال بجد. بصوا لونها وإلا طعمها كمان. بجد لازم تجربوها، هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم ياريت تدعموني بلايك وشير، وإن شاء الله أشوفكم على خير في وصفة تانية. باي باي، مع السلامة.